صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفونا فيه. المهم ان ربنا يجعل ايام كلها خير. كذب المنجمون ولو صدقوا، مقولة طول عمرنا بنسمعها ومقتنعين بيها، بس الكلام اللي هتسمعوه النهاردة هيخلي عقولكم تعمل ايرور، لكن مهما سمعتم لا يعلم الغيب غير ربنا. تابعونا. في الثمانينات كان في برنامج تلفزيوني بيتذاع على الهوا، وكان ضيوف الحلقة سمير غانم وجورج سيدهم وعراف مصري اسمه محمد فتحي. العراف ساعتها قال لجورج سيدهم ان هو معرض لمرض ليه علاقة بالامراض العصبية والنفسية، وده اللي حصل فعلا لجورج سيدهم لما اتصاب بالشلل لما اخوه اخد فلوس وسافر. العراف قال كمان لسمير غانم ان في 2 من ذريته هيبقى ليهم مستقبل وهيفرح بيهم جدا، وده بالفعل اللي حصل مع دنيا وإيمي سمير غانم. ممكن كلنا نستغرب من الكلام ده وكمان نقول ايه الصدف العجيبة دي. حقك طبعا، بس دي مش الحالة الوحيدة اللي اتحقق فيها نبوءة. الفنان نجيب الريحاني مثلا قال في مذكراته ان هو لجأ لعراف وقالت له حاجة حصلت له في الماضي وكأنها كانت عايشة معاه، وقالت له على حاجات هتحصل في المستقبل والحاجات دي حصلت له بالظبط. والسبب ان عمره ما اشترى عربية ان هي قالت له ان انت هتتعرض لحادث. كمان الفنان عمر الشريف قال في بداية حياته قابل عراف اسمه جعفر وقال له ان هو هيبقى مشهور على مستوى العالم. وكمان الفنانة اسمهان او المطربة اسمهان حكت في مرة وقالت ان عرافة قالت لوالدتها ان البنت دي اول ما تكبر هتموت غرقانة، وهو ده فعلا اللي حصل لاسمهان. ويمكن عدد العرافين قليل جدا في الدول العربية عن بره، لان التنجيم وقراية الطالع من الحاجات اللي بتنهي عنها الثقافة العربية. ده غير ان مفيش منجمين صدقت توقعاتهم بصفة كبيرة. من بين أشهر المنجمين العرب السيد الألوسي عالم الفلك العراقي وصاحب مجلة البلورة، واللي يعتبر من أشهر المنجمين العرب اللي ليه بعض التنبؤات اللي صدقت خصوصا مع الفنانين. كمان في لبنان ميشيل حاي اللي تنبأ بمقتل رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والمذيعة المشهورة اللبنانية نجوى قاسم. وحاليا في شاب مصري اسمه أحمد شاهين وبيلقبوه بنوسترداموس العرب، وده ليه بعض التنبؤات اللي حصلت بالفعل، زي تولي فرانسيس الأول البابوية للفاتيكان وثورة 25 يناير وغيرها. طب مين هو نوسترداموس اللي بيلقبوا بيه أحمد شاهين ده؟ عايزك تركز معايا عشان نوسترداموس ده ليه حكاية ولا الخيال. سنة 1799 وبعد الثورة الفرنسية ب4 أيام خرج 3 عساكر سكرانين بيتمشوا ولقوا نفسهم قدام مقبرة أشهر عراف في التاريخ. العساكر السكرانين نبشوا المقبرة وطلعوا جثة العراف، فلقوا سلسلة كبيرة متعلقة في رقبة الهيكل العظمي، لكن اللي لقوه محفور على السلسلة مفاجأة. الشباب لقوا على وش من وشوش السلسلة تاريخ وفاة العراف بخط ايده، يعني العراف اتنبأ بتاريخ وفاته. لكن الصادم اكتر هو اللي كان مكتوب على الوش التاني من السلسلة: بعد انتهاء الثورة هينبش قبري 3 شباب سكرانين وهيترعبوا من نبوءتي وهيسيبهم الشر. ده اللي كان مكتوب على الوش التاني من السلسلة. وبعدها بفترة ال3 اتقتلوا بضرب نار ما بين الشرطة والمواطنين أيام اضطرابات الثورة. وبرغم تأكدنا من وجود الحادثة دي من أكتر من مصدر إلا إنها صعبة التصديق. والحقيقة إن الراجل ده معظم تنبؤاته صادمة لدرجة إن هو اتلقب بلقب النبي نوسترداموس. ده كان طبيب صيدلي وفلكي فرنسي اشتهر في القرن ال16 بنبوءاته، وليه كتاب كبير جدا عن النبوءات. ومن أشهر نبوءاته اللي اتحققت صعود اسم نابليون وهزيمته في معركة ووترلو وحرق أسطوله على سواحل اسكندرية، وده اللي حصل بعد موت العراب ب50 سنة. وكمان تنبؤاته بهتلر قبل ما يعرف هتلر ب200 سنة، وقال عليه إن هو هيطلع بسرعة وينزل بسرعة وهيموت فجأة. الغريب في النبوءة دي مش بس إنها هي حصلت بعد وفاته بقرنين، لكن حدد اسم الشخص فيها وقال إن اسمه هستر. ده غير إن في نبوءات تانية كتير قال عليها وحصلت بعد وفاته بكتير، زي حريق لندن وقتل الملك الهنري الثاني وقنابل هيروشيما وناجازاكي ومقتل جون كينيدي وظهور صدام وحريق بغداد وغيرها كتير من النبوءات. الغريب هنا ان هم بيقولوا ان هو اتنبأ بهزيمة مصر سنة 67،
وبانتصار مصر على إسرائيل سنة 73. والحقيقة إن كتاب تنبؤاته مليان أحداث وتوقعات لحد نهاية العالم، واللي حددها سنة 3797. وطبعا ما يعرفش ميعاد يوم القيامة غير ربنا. نوسترداموس مش العراف الوحيد اللي اتلقب بالنبي. روبرت نيكسون اللي اتولد قبله ب100 سنة كان ملقب بنبي شيشاير. اتولد نيكسون في شيشاير الإنجليزية، وكان عنده تخلف عقلي، علشان كده كانوا بيقولوا عنه ان هو أبله القرية. ده قبل شهرته في الاستبصار طبعا. الحقيقة ان حالة نيكسون كانت مختلفة كتير جدا عن اي عراف، لان حالة التخلف العقلي اللي كان بيعاني منها مع الأعراض الغريبة اللي كانت بتتلازم مع نبوءاته بتقول إن هو مختلف، لأنه معروف عنه إن هو كان قليل الكلام، وكان معظم كلامه يا إما يا إما لأ. ولما كانت بتجيله حالة الهياج كان بيجري في الشارع ويصرخ ويكلم ناس محدش شايفه، لكن بعد الحالة دي بيرجع لطبيعته. لكن كان بيحصل الحدث اللي كان بيخلي الناس تلتف، لأن الشخص الأبله اللي كان بيصرخ شايف حاجة من المستقبل. ونيكسون ليه نبوءات كتيرة اللي حيرت العالم، وأشهرهم نبوءتين. الأولى كانت التنبؤ بموته، وقبلها ليه نبوءة ليها علاقة بالملك جيمس الثاني ملك إنجلترا، واللي قال عنها قبل 200 سنة، فيما معناه إن هو هيطرد من الحكم ومش هيرجع تاني وهيموت متعذب. وده بالفعل اللي حصل لما اطرد جيمس الثاني من الحكم واتنفى في فرنسا ومات من الجوع لما نسيوه في صندوق خشب. عندنا في القرى المصرية اللي في حالة نيكسون ده بيقولوا عليه مرفوع عنه الحجاب، وبيصدقوا كل كلامه حتى لو ملوش أي منطق. وده اللي ممكن يخلق عرافين بالصدفة، زي حالة جاك كازوت الكاتب الفرنسي الشهير، واللي كان ضيف مرة على الصالون الثقافي الفرنسي سنة 1788، وقال إن هتقوم ثورة على ملك فرنسا لويس السادس عشر، وقال إن هو هيتعدم فيها هو ومجموعة كبيرة من الطبقة الأرستقراطية اللي في المجتمع. والغريب إن كازوت قال إن في ناس هتبقى قاعدة معاه في الصالون هيتقطع راسها، وده فعلا حصل. لكن الصادم في الموضوع إن هو كان من الناس اللي اتقطع راسها. ومن بين الناس اللي اتنبأت تنبؤات غيرت العالم واحد اسمه بابوس. هو في الحقيقة ما كانش عراف، هو كان من السحرة المشهورين بالسحر الأسود، وأسس معهد لتعليمه سنة 1888. لكن الحادثة اللي تسببت في شهرته كعراف هي الحادثة اللي كان فيها لزيارة لقيصر روسيا نيكولا الثاني. ووقتها حصل حاجة غريبة، ساعتها حضر بابوس روح والد القيصر، والغريب ان الروح اللي استحضرها قالت ان ملك القيصر هيروح بعد موت الساحر بابوس. الغريب هنا ان بعد 140 يوم من موت الساحر بابوس اتشال القيصر من حكم روسيا وتعين مكانه الدون مايكل. إدغار كايز برضو من العرافين اللي حيروا العالم كله بتنبؤاتهم، واللي قال إن هو بيقدر يشوف المستقبل وهو نايم. اتولد كايز سنة 1877. من أشهر نبوءاته هو انهيار البورصة، واللي ساعتها اتعرف باسم الكساد الكبير، والحرب العالمية الثانية، وصعود نجم هتلر وغروره اللي هيسبب له كوارث. الستات كمان مش بعيدة عن موضوع التنجيم ده، والحقيقة ان الصورة الذهنية للمنجمين هي واحدة قاعدة وقدامها بلورة. ومن اشهر الستات اللي صدفت نبوءاتهم هي راهبة اسمها إليزابيث بارتون، واللي انتشرت نبوءاتها في القرن ال16. بسبب نبوءاتها للملك هنري الثامن صدر حكم اعدامها، لأن إليزابيث حذرت الملك لو اتجوز من آن بولين هتحصل عواقب وخيمة. وبالفعل اتجوز الملك من آن بولين، فقالت العرافة إن هو هيعاني من خيانات كتير. وده اللي حصل بعد كده. بعد إعدام العراف عدم الملك زوجته بسبب الخيانة وزنات المحارم، وعدم عدد كتير من أهلها. ودي ما كانتش الخيانة الوحيدة في حياة الملك، لأن بعدها اكتشف علاقة غير شرعية مع زوجته الجديدة كاترين هاور. ولو كنا بنتكلم عن المنجمات فيمكن أشهرهم في العصر الحديث البلغارية بابا فانجا، واللي أذهلت العالم بنبوءاتها حتى بعد وفاتها سنة 1996. وبابا فانجا كانت اتعرضت لحادث مفاجئ أفقدها الرؤية، ومن وقتها كانت بتقول إن الحادثة دي أكسبتها القدرة على الاستبصار، زي تنبؤاتها بموت ستالين زعيم السوفييت، وانفجار تشيرنوبل، وعمليات خطف الطيارات، وهجوم 11 سبتمبر، ووصول أوباما لرئاسة أمريكا. وبيقولوا إن فانجا كانت دقيقة جدا في توقعاتها للأحداث بنسبة 85%. لكن أغرب حاجة إن هي تنبأت بوفاتها،
وقالت إن هي هتموت 11 أغسطس سنة 96 عن عمر يناهز 85 سنة، وفعلا ماتت في نفس اليوم. بابا فانجا سايبة توقعات لسنة 5079 تتنبأ إن في السنة دي هي نهاية العالم، وطبعا هنفضل نكررها إن ما يعرفش يوم القيامة غير ربنا. بس كده. وفي النهاية أحب أشوف رأيك في كومنت، سواء مؤيد أو معارض للقصة. مجرد تعليقك وتفاعلك شرف ودعم ليا. سلام. مبسوط معاكم وأتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.